بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا انتوا هتقولوا ايه ده الستاير دي؟ ودي حاجة كبيرة او جميلة، وطبعا انت مبسوطة بيها كده ليه؟ دي حاجة سيمبل وبسيطة جدا. هي تبان في الحقيقة انها بسيطة وما فيهاش اي برقع ولا اي تفصيل ولا كده، بس هي صعوبتها في كمية القماش اللي اتعملت بيها. طبعا انا بالنسبه لي اول مره اعمل قماش يكون اكتر من 10 متر مره واحده، يعني حته واحده. الطول اللي انتوا شايفينه دوت انا كنت بشتغل مثلا على مترين تلاتة. فيعني والله اللي يشوف الحاجه من بعيد يفتكرها سهله وبسيطه، لكن لما يعملها لا الدنيا بتفرق والله. يعني بجد بتوع الستاير بيتعبوا خالص، لاني طبعا عشان تمشيها على الشريط ما تورورش معاكي ما تعوجش معاكي او تورب. هي بجد مش حاجة سهلة. فالحمد لله بفضل الله اللهم لك الحمد طلعت اعلى فينش، وصحابها يعني ما استخسروش، جايبين خامات جميلة جدا وعالية جدا. طبعا انا هنا خدت الفكرة دي، كنت عاملة ستاير قبل كده بره من سنين طويلة. فلقيت اكتشفت ان الراجل تانية منها فيها لجوه، انا حسيت ان هي بتدي دعامة يعني للستارة. برضو لازم الواحد يدي كل واحد حقه. فهي دي مش فكرتي لكن عجبتني. قلت ما اقصش القماش، مش هستفاد حاجة لما اقصه، وفي نفس الوقت هيبقى مدي كده دعامة، وفي نفس الوقت ايه اللي يخليني ما وربش القماش؟ ان انا مشيت على اللي هي التطريزة دي. تنيت القماش تانية منه فيه ورحت ممشية الشريط. طبعا يعني عايزة اقول لكم والله صعبة جدا، بس انا هعملها لكم ان شاء الله على ستاير بقى كبيرة برضو زي كده. فبتمشي على الشريط الفتلة ده من فوق ومن تحت. تمام. وبعد كده بتشد الفتلة بتديكي كمية الكشكشة اللي انتوا شايفينها دي. اللهم بارك. الهامر ده تقيل جدا على المكنة، يعني من كتر ما هو تقيل وناعم، يعني في التعليق برضو خد وقت وخد مجهود جامد. فالحمد لله بفضل الله. هنا كنت انا بشرح لكم كل حاجة، بس يعني كان في صوت عصافير ودوشة كتير وعربيات وكده، قلت اكتم الصوت واشرح لكم كده دلوقتي. اول فيديو 3 دقايق، حاجة بسيطة بس انا كنت فرحانة بيه، فحبيت اشارككم فرحتي. ولو عايزين ان انا افصل معاكم ستاير على القناة تحت امركم. طبعا الاسعار ما اقدرش اتكلم فيها لان الاسعار متغيرة، والقماش الزبونة هي اللي جابته. وانا يا دوبك فصلت وركبت وعملت فينش، الحمد لله بفضل الله عجب الناس جدا. وان شاء الله مش هتبقى اول تجربة ولا اخر تجربة ان شاء الله. لو عايزين اي حاجة اشرحها لكم، تركيب الشريط، تركيب الفرنشات، الفينش عملته ازاي. تمام. الحيطة دي كانت 4 متر وربع، خدت 10 متر طول حتة واحدة، وخدت قطعتين من الهمر. ده عرضه 3 متر. طبعا احنا خدنا الطول في العرض، وخدنا 5 وربع للجنب ده نازلة دي، و5 وربع للنازلة دي. ده غير بقى اللي هي كمان فيها اكسسوارات هنشوفها مع بعض دلوقتي برضو قيمة جدا. هنا انا كنت بفرجكم على الفينش، حبيت اعمل اوفر والخياطة مستقيمة. الحمد لله رب العالمين، يعني ربنا وفقني وعجبت صحابها قوي قوي، انا مبسوطة جدا. بس وكده انا كنت خلصت خلاص الستاره وده الاكسسوارز بتاعتها. فاضل بس ان هي يتعمل لها شنيور وتتعلق وتبقى شكلها شيك. والف مبروك لاصحابها، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.